سلام الفاميلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان صحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم بحول الله غادا نشارك معكم الغديوه ديالنا. اليوم حضروا معايا في الغداء بنات عمتي، جاو عندي الله يجيهم الخير، ووجدت هاد الغديوه البسيطه، نتمنى تعجبكم ونتمنى الفيديو كامل ينال الرضا ديالكم. وغادا نبدا معكم. اول حاجه هي الشلاضه. درنا هنا لي باترا ديجا سلقتهم في ماء مملح، صفيتهم، زدت عليهم المايس، وزدت عليهم هنا عندي فلفله خضراء. انا ما شويتهاش البنات، هكا كنقطعها غير رقيقه، كيبقى داك اللوغو زوين ديال الفلفله مني ما كتشويهاش، مني كديريها هكاك طبيعيه. وهنا عندي حبه ديال خيزو، حتى هي حكيتها هكا في الحكاكه الرقيقه، وزائد علبه ديال التون صفيته من الزيت. انا كيعجبوني بزاف هاد لي سالاد اللي كيكونوا باردين، خصوصا في هاد الصيف. انا كنديرهم حتى في الفصل ديال البرد، حتى هما كيعجبوني هكا هاد لي سالاد يكونوا في الطابله مع الطبق الرئيسي. نكمل معكم البنات. هنا غادا ناخذ هنا واحد الاناء، غادا نوضع فيه تقريبا معلقه ديال الخل، وشويه الملحه، شويه البزار، وتقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. وغادا نحرك مزيان هاد العناصر هما باش نتبلو الشلاضه ديالنا. غادي نحركهم مزيان ونضيفهم على الشلاضه. هنا مع البنات هاد لاصوص كتجي زوينه بزاف، انا هي المعتمده عندي في هاد الشلاضات الباردين، هي اللي كندير دائما البزار، الملحه، الخل، وشويه ديال الزيت البلديه. وهنا راني ضفت تقريبا معلقه ونص حتى لجوج ديال المايونيز. وهنا غادا نحرك مزيان هاد الشلاضه ديالتي، نحركها هكا. صدقوني البنات هاد الشلاضه كتجي زوينه بزاف، بسيطه، والاهم انها غنيه، يعني فيها بزاف ديال الفيتامينات وديال الحديد. كيف كنعرفوا الفلفله فيها يعني كتزيد المناعه بزاف، خيزو فيه الفيتامينات، الطون. ايوا ها كانت هذه هي الشلايضه ديالتي ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. وغادا نرافقها المقبلات وحدين اخرين مع طبق رئيسي. انا البنات غير سمحوا لي حيت ما شاركتش معكم كل شيء، داكشي اللي وجدت ما شاركتوش كامل بحكم كان ضيق الوقت، ونسيت ما هزيتش التليفون قبل باش نبدا كان نبروغرامي باش نبدا نصور. مهم هنا عندي شلاضه عاديه، هنا غير مطيشه، عفوا مطيشه والبصله، وزدت عليهم الزيت، شويه الملحه، شويه البزار والكمون والخل الابيض، وحركت كل شيء وهكا درتهم في طبيصلات فرديين. وهنا البنات راه عندي عصير، خصيبت غير العصير هنا بالتفاح والبنان والحليب، وانا ما كنضيفش فيه السكر البنات نهائيا حيت البنان ديجا حلو. كنحاول انني نزيد فيه التمر، راه كتشوفوا في العصير كاينين هكا قطع ديال التمر، كنحاول نزيد غير التمر. وهذا هو الطبق ديال الدجاج. الطبق البنات كيجيو غزال بزاف، غنشاركو معكم ان شاء الله فيديو يكون تفصيلي، يعني نشارك معكم غير هاد الطبق بوحديتو، كيجيو غزال بزاف. انا كيف قلت لكم راه كانوا عندي هنا الضياف، كانوا عندي بنات عمتي، هما ماشي شي ضياف، مهم هما راه بحال خواتاتي في الدار، يعني عاديين. وكان هذا هو الغدا ديالنا. وهاد الدجاج البنات راه كيجي فتي، ما نعاودش لكم، محمر مقرمش من على برا، كاين في الداخل ديالو فتي وزوين. انا هنا راه درت معها البطاطا. شوفوا البطاطا البنات حتى هي كي جات محمره ومدغمره، يعني جات في واحد التغميره ما نعاودش لكم. هانتوما البنات حكموا عليه غير من الشكل، راكم كتشوفوه محمر على برا، زعما غزال بزاف بزاف، عمقا نشكر في راسي. وهنا البنات هذه الشلاضه ديالنا اللي وجدت معاكم، ها هي كيفاش جات، حتى هي جات بنينه بزاف وزوينه. شوفوا الالوان زوينه بزاف، ونتمنى انكم تجربوها. وهذا هنا عصير تاع الليمون البنات، حتى هو درته حيت كاين اللي ما كيبغيش يشرب العصير اللي كيكون فيه الحليب، يعني بزاف الناس راه ما كيبغوش ما كياخذوش الحليب.
لهذا انني تما درت عصير تاع الليمون هكا طبيعي، يعني ما زدت عليه حتى شي اضافه، غير الليمون هكا عصرته ودرته في الكويسات هكا. وهذه شلاضه ديالنا ديال المطيش والبصله حتى هي جات زوينه. يعني راه كل شيء كيبغي هاد الشلاضه العاديه ديال المطيش والبصله، يعني راه كبرنا بها من صغرنا وحنا كناخذوها، ومازالت حنا كنديروها لوليداتنا وكنديروها لضيافنا اللي كيكونوا عندنا وريوسنا. وكانت هذه هي الغديوه ديالنا البنات ديال اليوم. نتمنى انها تعجبكم كيف عجبتني انا وعجبت وليداتي. نتمنى حتى نتوما تعجبكم. حنا كنا مازال غير كنتعلموا، ومن الخطا كنتعلموا الصواب، ولهلا خطينا صواب ومعرفه. هادشي اللي كاين البنات. ودابا غادا ندوز باش نوجد الكوتي، حتى هو حيت داروا معنا الكوتي. غير تغدينا وناضت اختكم عاوتاني دخلت الكوزينه باش نوجد الكوتي ليهم، حيت يستاهلوا كل خير، وحتى المشاهدين تستاهلوا كل خير وتستاهلوا احسن حاجه عندي تستاهلوها. لا خطيكم البنات عليا. انا غير تزربت داكشي علاش ما صورتش الطبق الرئيسي انني درت ليه لا فيديو، ولكن كنوعدكم انني غنديروا ليه فيديو قريب ان شاء الله. نحط لكم الوصفه ديالته. وهنا البنات هاد كيكه راها كتجي غزاله غزاله بزاف. والبنات هاد الكيكه شوفوا شحال طالعه، راني صايبتها غير بيضه وحده، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، ولا تقدري تعوضيه بدانون، جوج خمارات، والدقيق حسب الخليط. وهنا درت فيها النكهه ديال الحامض، ودرت لاصوص بالشوكولات حيت الشوكولات مع الحامض كيتواتاو بزاف. انا عندي واحد الصلصه ما كتخطانيش ديال الشوكولات، هي غالبا اللي كان نغلف بها هكا الكيك ديالي، الكيك اليومي ولا الكيك ملي كيكونوا عندي الناس، يعني انا كنعتمدها بزاف. وهكا من الفوق درت ليها خطوط بالكريمه ديال الكراميل. انا ديجا خديتها هاد الكريمه من بيم، كانوا جابوها في السيمانه اللي فاتت، دايره 19 درهم، ولكن زوينه بزاف. جربتها حتى في الكلاص هكا كتبقى شاده، زوينه بزاف البنات. وهنا غادا نشارك معكم الكوتي ديالنا. هنا الصينيه المغربيه راه ما كتخطى حتى شي دار، واي ناس كيجيو عندك ولا ضياف ضروري خاصك تحط لهم هكا لاله الصينيه تكون متوله. وهنا نشارك معكم حتى هاد الكويسات البنات. هاد الكويسات راه مازال جداد عندي، هنا حطيتهم لبنات عمتي انهم يستاهلوا. وهنا حطيت لاله شويه الحلوى، شويه الفقاس والبهله. وكانت عندي هاد الحلوى ديال السكر كلاصي، هذه صايبتها ليا صاحبتي زينب الله يخلف عليها. وهنا عندنا بتي باه. هنا الكيكه اللي وجدت معكم، وهكا زوقتها من الفوق بهاد لي بونبون حتى هما عطاوها واحد الجماليه. وهنا حطيت شويه ديال الفاكهه، اللوز والكركاع، الكاوكاو والتمر. وهنا البنات حطيت شويه الزبده، العسل، الكونفيتير، الزبده البلديه البنات، انا راه كتجيني من الدار الزبده بلديه. وهنا الزيت البلديه حتى هي، الكونفيتير، العسل، يعني داكشي اللي قسم الله وداكشي اللي كاين موجود عندي في الدار. قال لك الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط، هادشي اللي كاين البنات. ايوا الفاميلا، كان هذا هو الكوتي ديالنا انني شاركته معكم، وحتى الغديوه راهي شاركتها معكم. والفيديو كامل كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، ولا لا خطيكم عليا. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم ومن البارطاج الى عجبكم لا فيديو. ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع العائله ديالكم ومع الاحباب باش تعم الفائده وباش تكبر القناه ديالنا. ولا لا خطيكم عليا. وهنا وصلنا لنهاية لا فيديو. غدا نخليكم ما سخيتش بكم ما حتى الفيديو اخر ان شاء الله، مع وصفات جداد وفلوقات جداد ان شاء الله، وروتينات جداد. ولهلا خطيكم.